الله الله على الجمال وعلى الروقان. النهارده هنبتدي اليوم كده من أوله، هنسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحيين النهارده طبعا فايقين ورايقين وما وراناش حاجة، يا دوب ورانا شوية ترتيب كده بسيط هبتدي معاكم من أول اليوم. طالما عندنا غدا، أنا عندي غدا من امبارح، طالما في غدا في البيت اعرف ان انت كده ما وراكيش أي حاجة إلا حاجات بسيطة. صحينا كده فطرنا، عملت كوباية شاي وعملنا فطار كده على القد. انا طبعا وقبلي طبعا فطرت مين؟ فطرت نونا وموش. نونا وموشة اللي انت شفتهم معايا قبل كده، القطتين الشراز اللي عندي، لازم قبل ما افطر اكون مفطراهم، عشان حرام دول روحوا كده كده قاعدين معايا، فلازم يفطروا هما الاول. طبعا بيفضلوا تحت رجليا لحد ما افطرهم هما الاول. وبعد كده عملت ليا كوباية شاي وعملت معاهم كده وحدتين باتيه انا عاملاهم، ان شاء الله هينزل لكم وهيعجبكم ان شاء الله. وفطرنا الحمد لله، وقلت اشطب بقى شوية المواعين الفطار. عندنا هنا شوية مواعين بسيطة كده، هنقف واحنا واقفين نستغفر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنغسلهم على طول. زي ما قلت لكم، هم المطبخ لو في غدا بتضطر تروح السوق وتيجي من السوق تجهزي الغدا، انما احنا في غدا عندنا، فكده يعتبر احنا رايقين واليوم كله روقان مفهوش اي حاجة. كده طبعا انا عم خلاص فطرنا. طبعا دي مجات وكوبايات مكان فطار ولادي، اللي عمل نسكافيه واللي عمل قهوة واللي فطر، فطبعا هما مش هيعملوا ولا يغسلوا حاجة، هم عليهم يكركبوا واحنا نغسل. احنا كده خلاص غسلت مكان القهوة وكنك القهوة وحاجات والاطباق والكوبايات. طبعا كله بيصحى، اللي عايز يشرب قهوة اللي عايز يشرب نسكافيه، وبيسيبوا لي كوبايات القهوة، طبعا البن بيمسك فيها. كده هنرتب شوية الأطباق بتاعتنا دي ونغسلها وننضفها. وكمان كان عندي الحلة الصغيرة دي كده أنا بعينها أسلق فيها بيض، أسخن فيها حاجة، يعني بعمل كذا حاجة كده للقطط، بعمل لهم فيها حاجتهم. كده هنروق المواعين بتاعنا وهنغسلها وهنغسلهم على طول. بصوا وانا واقفة في ثواني ما ياخدوش مني أي وقت. نصلي نسمي بالله، نصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، نستغفر. واحنا واقفين كده بيبقى لسانك بالذكر على طول. ربنا يهدلنا الحال يا رب العالمين. يلا لو أول مرة تدخلي قناتي، يلا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من شروق وماما في المطبخ. ويا رب كل حاجة بقدمها تعجبكم وتنور رضاكم، ولو حتى لو حاجة بسيطة أوي ان شاء الله. وحبايبي بقى مستنيه منكم تعليق حلو وكومنتات حلوه زيكم كده، ودعوه بصلاح الحال ليا وليكم يا رب العالمين. خلصنا، هنخلص المواعين بتاعتنا. طبعا دول شويه اطباق وكوبايات سهله قوي، وكمان في حله كده كنت عامله فيها رز هنغسلها بالمره. كده خلاص انا غسلتهم وخلصتهم كده. بصي على طول على طول كده بتغسلي وتركني جنبك، وفي ثواني بتشطفي تاني. وعند المطبقيه فوق الحوض على طول بحط فيها. طالما ورانا حاجات بسيطة، فاليوم كده من أوله هيبقى حلو وسهل عليكي. يعني أول حاجة زي ما قلت لكم، طالما في غدا أي حاجة بقى، اقعدي بقى اعملي الشغل اللي وراكي بسرعة كده، واقعدي مع نفسك شوية. هتعملي فنجان قهوة اشربيه، هتقعدي كده مرتاحة لحد ما اللي بره يجوا، يعني على آخر النهار هتكوني قعدت شوية برضو وارتحتي. بس انا قلت ايه النهارده انتهز الفرصه ان انا عندي غدا، وهخلص المواعين بتاعتي وهخلص الحبه الحاجات اللي ورايا. وكمان طول ما احنا واقفين زي ما قلت لكم بنستغفر وبنصلي على النبي وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بتفك أي تعب وأي أذى معاك. يعني الذكر كده والأذكار والحاجات دي بتريح القلب شوية. كده خلاص خلصت، يا دوب هنشطف الحاجات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. على طول على طول كده. طبعا دول قاعدين بقى القطتين الحلوين بتوعي واقفين تحت رجليا بياكلوا. طبعا لازم الفطار يبقى بيض، كل يوم بيض للقطط. بتقولي البيض غالي وانت عندك قطط؟ لا، انا كده قلت لكم هم روحوا، طالما موجودين عندي لازم اخلي بالي منهم. كده خلاص انا خلصت، وقلت لكم فاضل الحله البسيطه دي، حبه مواعين ما خدوش مني وقت خالص. وكمان هنعمل النهارده، هنرتب الفرصه كده وانا ايه فاضيه. هرتب الأوضة بتاعة الأنتريه معايا، أنا عندي أوضة الأنتريه ولادي بيقعدوا فيها وبيناموا فيها، فبتبقى مقلوبة على طول. يلا انتي زي ما انتي، يلا لو وراكي حاجة يلا قومي تشجعي، لو بتتفرجي عليا تشجعي، لو وراكي حاجة قومي اعمليها. البرد داخل علينا، بس مش عشان الدنيا برد هنقعد ونكسل، لسه برد لسه بدري شوية على قعدة البطانية. كده خلاص اهوت انا خلصت اللي ورايا.
كده خلاص. طبعا دي حلة ألمونيا، هي شكل الاستانلس بس هي ألمونيا. أنا بحب مهما يكون عندك من استانلس أو جرانيت أو تيفال، أنا بصراحة بحب الحلة الألمونيا في الرز أو المحشي. يعني عندنا في ناس بتعمل في الاستانلس أو في الجرانيت أو في التيفال، أنا لأ، لازم الرز أو حلة المحشي كده يا ولاد تبقى في حلة ألمونيا. بجد جربي كده وكده، يعني شوفي النفس هيبقى شكله ايه. انا بحب النفس في الحله الالمونيا. حتى الاستانلس انا ما بعملش فيه رز ولا محشي ولا اي حاجه. بصوا، عارفه على فكره اقول لكم على حاجه حلوه قوي بتنضف الالمونيا؟ عارفين البواقي بتاع الصابون الوش؟ بواقي الصابون الوش اللي هو احنا بنجيبه كده اللي هو بريحه ده، في بواقي صغننه بتفضل مننا كده في الصبانه، هاتيها وحطها في ميه الصابون مع صابونه بيضه من اللي هي بتبقى بتاعه الغسيل اللي عند بتاع الصابون، وحطيها في الميه ودعكي بيها الالمونيا، بتخليها تحفه. اول ضحكه حلوه كده من غير ما تتعبي ولا حاجه، هتلاقوها بقت نطفت وبتلمع وبقت حلوه قوي. بصوا اهي، حته صابونه على سلكه ناعمه، وادي اديله بقت زي الفل. كده خلاص خلصت المواعين. هننضف بقى الحوض بتاعنا وهنشوف هنعمل ايه. طبعا دي سلاكه اللي جابك هنا اتارهم حاطينها على الصينيه. عندنا طبعا براد الشاي، انا بحب الشاي في البراد، ما بحبش الكتل بجد، يعني له اضرار وكمان بيسخن الميه بسرعه. يعني ما بحبش الكتل حتى بيقولك لو سخنتي فيه ميه للاكل فبتبقى الميه اللي بتسخن بالكهرباء مضره، بس الناس بتبقى محتاجاه. يعني هو ممكن ينفع لتسخين الاكل، تسخين الميه للاكل تزودي بالاكل. كده خلاص هغسل البراد، مع ان احلى شويه شاي بيبقوا في البراد دول يا ولاد، بيبقوا حلوين قوي. كده خلاص هغسل البراد بتاعي، طبعا هو استانلس، هدعكه دعكه حلوه بره وجوه. وكده يبقى خلصنا. همسك بقى ايه الرخامه بتاعتي وهمسك الحوض. طبعا بيبقى فيه دهون وبيبقى فيه حاجات كده مكان المواعين. فكده خلاص اخر حاجه في ايدي اللبانه اللي انا بعمل فيها البيض للقطط. كده خلاص غسلتها ونضفتها زي ما قلت لكم، هي كانت تيفال بس من كتر الغسيل والدعك فيها بقت ألمونيا، فما ينفعش نعمل فيها حاجه تاني. صلوا على النبي يا ولاد، يلا صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو اليوم ده كده يومي كده من أوله، بس ما فيش طبخ، ما فيش أكل، ما فيش حاجة. يعني إيه، بيبقى حلو أوي اليوم اللي احنا مش هنطبخ فيه ده ولا هنقف في المطبخ. يلا قومي كده وتشجعي، وراكي شوية مواعين اغسليهم، أو لو وراكي ترتيب في الشقة برضو اعملي. يعني بتبقى حاجات خفيفة، استغلي اليوم اللي انت عندك غدا فيه واعملي حاجة تاني تكوني هتعمليها. طبعا بنقضي طول اليوم ننشر غسيل، بنشيل غسيل، بنطبقه على ما ولادك يجوا من المدرسة يكوني وديتيهم ورجعتي، تكوني حتى لو موراكيش اي حاجة هتناميلك شوية تقومي تخلصي اللي وراكي برضه. كده خلاص خلصت كله. بص دعكة حلوة بقى كده، وبننضف المصفى بتاعة الحوض. وبرده زي ما قلت لكم الصابونة، حتة الصابونة اللي بتفيد من صابون الوش للحمى دي، انا بسيبها واحطها في مية وادعك بيها. بصوا الحوض بقى عامل ازاي، من اول دعكة بسيطة اول حاجة بتلمع معاكي، والخلاط والحوض وكله. كده خلاص يا حبايبي انا خلصت زي ما انتوا شايفين كده، وشطفناه. وكمان هلم الصابون وهنشف الحوض زي ما انتوا شايفين كده، هنلم المية طبعا اللي على الرخامة. وكده يبقى خلصنا المواعين بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني، وهنشوف ورانا ايه تاني. يلا ان شاء الله النوعية من الفيديوهات دي تعجبكم، ولو عجبتكم قولوا استمر فيها ولا لا. كده خلاص انا خلصت. طبعا عندي هنا اوضه الانتريه، انا عندي الاوضه دي اولادي الولاد بيقعدوا فيها وبيناموا فيها، فهم مكركبينها لي. يعني كانت الكنب ده ملان كبرتيات وهدومهم وكلهم، فكانوا خلصوا بقى وغيروا وخرجوا. فانا قلت النهارده افرش بقى معايا اوضه الكنب وانضفها. اوضه الانتريه بتاعتي طبعا هم من قعدتهم فيها وبيناموا فيها. الكنب ده بيتفتح سرير، الاتنين اللي قدام بعض دول بيتفتحوا سرير، واللي في الوش دي كنبه الواحده. فانا عندي ما شاء الله جوز اولاد فبيناموا فيها. انا كده بنفضها حلو كده زي ما انتوا شايفين. عندي القطط مشكله بتخلي لي كل فرش شعر، فبضطر على طول ايدي فيها بنفض واعمل، وفي الاخر بكنسها حلو بالمكنسه وبلمهم عشان ما اخليش حاجه من اللي انا بلمه ده شعر من القطط. هتقولي طب مخلياهم عندك ليه؟ ما انا بقول لكم هم موجودين عندي من زمان، فحرام هرميهم في الشارع، انا بستحرم ارميهم. امسك بقى حاجه كده وانفض الكنب. وعندي طبعا فرش انا بحطه عليه عشان بس ما يبهدلهوش، عشان بشيله كل فتره والتانيه كده بشيله وبحطه اغسله واحطه تاني. كده خلاص هنفض بقى واحده بواحده كده. انا كده كده منفضه الشبابيك ومسحها وزي الفل. كده خلاص هنفض الكنب بتاعي وهجيب الفرش اللي بفرشه عليها
كده وبحطه بقى. كنت انا غسلاه فطبقته وقلت اي وقت فاضيه فيه ما ورايش حاجه افرشه كده. خلاص اهو هنفرش كده الفرش بتاعي. انا عامله مناديل للظهر كده فاتح في غامق، وعامله كمان حتت كده بفرشها على الانتريه بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي انا كده كده بنضفها على طول لما بيصحوا من النوم، بلم الهدوم بتاعتهم وبلم الكبرتيات اللي بيستغطوا بيها وبلم الحاجه تليفوناتهم وبلم الشواحن، ملانه سلوك وشواحن طول الوقت. فكده خلاص انا خلصت اهو. هفرشهم وامسك انضفها حلوه كده. فطبعا كل الشقه نظيفه، بس ده عشان انا كنت غاسله الفرش بتاعها فقلت افرشه كمان. كده انا بحط على الايدين كده عشان القطط، يعني القطط لما بيطلعوا عليها بيبقى الشعر على الفرش اللي فوق. كده هننضف الاوضه بتاعتنا بقى كده، يعني مش هقول روتين، هقول ترويق بسيط كده وتنظيف بسيط كده معاكم. يعني ما بحبش بصراحة كلمة روتين من كتر اللي بنشوفه من الروتين وسنين الروتين والحريم اللي تطلع روتين. يعني انا كنت مترددة والله ان انا اطلع افرش كده، بس انا قلت ايه، يعني ماليش دعوة بحد، زي ما في سلبيات في ايجابيات وحاجات حلوة. طالما انت طالعه باحترامك وبادبك وطالعه لابسه الاسدال او لابسه طرحتك، انا ماليش دعوه باي حد تاني. فكل واحد وتربيته طبعا، مش هقول لكم غير كده. الواحده طالما متربيه وخارجه من بيئه صالحه ومحترمه ومراعيه ربنا في بيتها وفي نفسها، مش هتخرج بحجه روتين او هتخرج على القنوات بحجه الروتين وهي في نفس الوقت طالعه، يعني اعوذ بالله من كلمه، بتعرضي نفسك على الشاشات. فاحنا دي حاجات ربنا يرحمنا يا رب من كترة المعاصي بسبب الحاجات دي. بس انا والله مش في دماغي، انا كده كده كنت بصور فقلت اغسل المواعين وافطر القطط وابدا يومي من اوله معاكم. طبعا انا فرشه عندي قماشه كبيره كده على السجاده فرشاها لحد ما بخلص تنفيض وما بخلص تنظيف، وبعد كده بشيلها انفضها واكنسها. بصوا انا فرشت، بصوا شكل الفرش اللي بفرشه ده شكله حلو. انا حتى بحط كده حمايه وكمان تغيير لون، وكمان ما سيبش الانتريه بتاعي على اللون بتاعه كده يتبهدل مني بسرعه. كده خلاص انا يعتبر خلصت. فرشت التلات كنب بتوعي زي ما قلت لكم. ده كنب بيتفتح سرير اللي انا واقفه عندها دي، واللي في الوش دي بيتفتحوا، ده 120 وده 120. فبصراحه بيبقى حلو، يعني اللي عنده ولاد وبنات فبتبقى دي اوضه الولاد. كده خلاص انا خلصت خلاص اهو، فرشته على طول. هننفض بقى طبعا المخدات بتاعه الكنب بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، عشان حتى لو جيت ضيف على فجأة ولا حاجة ما ايه، تكون عندك الحتة متنضفة واوضه الانتريه بتاعتك نضيفة وزي الفل كده. كده طبعا انا فرشت ديت على ما انفض بس الكنب، وبعد كده انا هكنس بقى. هنشغل المكنسة بتاعتنا وننضف الاوضه بتاعتنا، وزي ما قلت لكم فرصة وما عندناش غدا. انا بضطر حتى لو في غدا بعمل الغدا وبطلع برضو اخلص اللي ورايا في الشقه من بره. فالنهارده في كده خلاص انا نضفت خلاص الاوضه دي وخلاص. يا دوب هشغل المكنسه على السجاده. طبعا احنا في اول الشتاء اول ما الدنيا بردت كده، طبعا كلنا كنا شايلين السجاجيد ومش فرشين سجاجيد على السيراميك كده، فكل يوم بالشرشوبه بنمسح وبنطوق وبننضف. بس طالما الدنيا بردت احنا نفضنا بقى وعزلنا الشقه كلها وشيلنا وشدينا ده كله ونفضنا وروقنا ومسحنا وفرشنا بقى سجاجيد عشان الجو برد، عشان الاولاد كمان اللي بيدوسوا على الارض مثلا كده منه للسيراميك، لا احنا نفرش السجاجيد لان خلاص الجو برد وما ينفعش ان احنا نسيبها كده. كده خلاص يعتبر انا خلصت. كنسه سريعه كده بالمكنسه، هي نظيفه لان انا حاطه عليها فرشه برضو عشان القطط اللي عندي بتبهدل لي السجاد من الشعر. عندك كده بقى اللي هي حافظة السجاد كده، دي انا بحط حافظات كده على وش السجاجيد وبشيلها، بتبقى هي سهلة طول الشتاء بتشيليها تنفضيها، او حتى لو باظت عندك او اتوسخت او حاجة بتشيلها تحطها في الغسالة بتتغسل. فعلى طول الشتاء بحط حافظات على السجاجيد بتاعتي. انما في الصيف احنا بنخلينا مننا للسيراميك كده كنس ومسح كل يوم وخلاص. بصوا بقت نضيفة وبقت حلوة، وكمان انا منضفة الستائر ما تنضفة ومغسولة ومتركبة. وكمان بفتح لما يصحوا الولاد من النوم بفتح الشبابيك وبدخل هوا وبدخل شمس. انا فتحتهم شوية الصبح قبل ما افرشهم ونضفهم، ونضفت الشباك ونضفنا الشيش ونضفنا كل حاجة. كده خلاص انا خلاص كده خلصنا. كان سريع كده بالمكنسة، وكمان انا شايلة الترويزة بتاعتها على جنب همسحها. وبكده حبايبي يكون خلصنا
المواعين بتاعتنا وكمان، وخلصت بقى وقعدت ايه، عملت فنجان قهوة كده وقعدنا. طبعا لو وراكي حاجة عايزة تكلمي حد، عايزة تقعدي طبعا ايه، بتبقي انت خلاص فاضيه وما وراكيش اي حاجه، تقعدي شويه قدام التلفزيون على ما يجوا ولادك من بره. هتقومي بقى تجهزي غدا وتغسلي مواعين وتفضي بقى مكان ما اتغديتوا، وهترجعي تنشغلي تاني. بس خدي وقت لنفسك كده، اعملي فيه فنجان قهوه واقعدي روقي دماغك شويه كده. حبايبي انا خلصت وخلصتها، وبصوا نطفت زي ما انتوا شايفين كده، وخلصت كل اللي ورايا وعملت فنجان قهوه وقعدت اشربه كده براحتي كده. خلاص خلصت الفيديو بتاعي النهارده معاكم. يا رب تستفيدوا مني، وما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.